بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. شايفين الكيس اللي قدامكم ده خضرة من بتاعة ورق السلق اللي احنا بنخزنه بتاع القلقاس. دي اخر قطعة عندي موجودة من السنة اللي فاتت. حبيت ان انا اوريها لكم علشان تشوفوا انا بخزنه وبيفضل قاعد معايا سنة كاملة والنتيجة بتبقى عاملة ازاي. عندي هنا دي شوربة، شوربة لحمة. باجيب قلقاس، ده برضه قلقاس من اللي أنا مخزناه، ده بقى له سنة كاملة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بإذن الله لما أجي أخزنه هابقى أقول لكم أنا بخزنه ازاي، بس أنا لسه مازال عندي كمية يعني. المهم بمجرد ما بيغلي على النار دقيقتين اتنين، ورق السلق القلقاس يا جماعة ما بياخدش وقت خالص على النار. بكون قطعة ورق الخضرة فكت معايا، أنزل المية والزبدة اللي موجودة فيها، وكنت بوريكم اللون الخضار الجميل بتاعها شكله عامل ازاي. بتبدأ تغلي معايا على النار برضو 3 4 دقايق وخلاص كده القلقاس خلص. القلقاس يا جماعة من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص على النار. ناس كتير جدا من اللي بيسألوني ازاي يعملوا القلقاس، بمجرد ما بقول لهم على طريقة عمايله بيصرفوا نظر لأنه بيطول. أنا واحدة من الناس الحمد لله بحب جدا اليوم اللي أنا هعمل فيه الخضار بتاعي قلقاس، لأنه ما بياخدش وقت. هما ال5 دقايق اللي انتوا شفتهم دول أطلع من الفريزر على النار على طول وشكرا. 5 دقايق بالظبط والقلقاس بيكون خالص معايا. ازاي بقى نخزنه؟ عندي هنا ورق سلق، ورق سلق باخد الورق بتاعه بس كده، العنقود بشيله. ليه؟ علشان ما يبقاش لزج معايا وهو وانا بطبخه. ورق السلق باخده زي ما احنا شايفين كده، ودي كزبرة خضراء باخد برضو الورق بتاعها فقط لا غير. يبقى أنا باحتاج في وصفة النهاردة ورق السلق والكزبرة الخضراء فقط لا غير. بابدأ أخلص الكمية كلها، وعايزة أقول لكم إن دي أساسا كانت كمية مختلفة تماما عن الكمية اللي أنا وريتها لكم في الأول، لأن يعني أنا كنت نسيت إن أنا بصور وكملت على طول وخزنتها. بس دي كانت كمية تانية، يعني كل أسبوع كده لما بلاقي كمية في السوق أي حاجة بقوم جايباها وعينها واخدها أعملها كلها على بعض وأبدأ إن أنا أخزنها معايا. أنا غسلتهم في المصفى الاتنين مع بعض، وسبتهم من بالليل لتاني يوم الصبح على الرخامة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان ينشفوا. بعد ما نشفوا باخد هنا في المصفى يعني كام واحدة من ورق السلق وكام واحدة من الكزبرة الخضراء، أشيلهم كده على جنب زي ما احنا شايفين. وضروري جدا الخطوة دي. وعندي هنا في الصينية اللي أنا باشتغل فيها يا إما حتة سمنة بلدي، يا إما حتة مكعبين 3 من الزبدة. أنا النهاردة شغالة بسمنة بلدي. بابدأ إن أنا أقطّع الخضرة والكزبرة مع بعض كده بشكل عشوائي، بس باحاول على قد ما أقدر إن أنا أقطّعهم بشكل صغير جدًا علشان ما ياخدوش معايا وقت على النار. أبدأ أقطّع الكمية كلها وأحطها في الصينية اللي أنا هاشتغل بيها دلوقتي. حتى الكمية التانية اللي أنا شِلتها على جنب في المصفى، بابدأ إن أنا أقطّعهم برضه وأسيبهم في المصفى زي ما هو، بس بالمرّة وأنا حاطة ال القطّاعة بتاعتي وأنا شغّالة. بابدأ كده أولّع النار، وبُصّوا يعني أنا عايزة أقول لِك إن أنا باولّع عليهم النار وباشتغل أي حاجة. يعني دي كانت أول ما صحيت من النوم، بابدأ أشتغل أي حاجة أنا باعملها في المطبخ أو أي حاجة أنا باعملها في البيت وهي على النار مع نَفْسها. بتاخد وقتها، ما تشغليش بالِك بيها يعني قد كده. أول ما تبدأ تدخل في المرحلة اللي إحنا شايفينها دي، ناخد بالنا منها بقى، نفضل واقفين لها. معلش أنا نسيت إن أنا أصوّر الحتّة دي. ده كان كام فص توم كده باقطّعهم بالسكينة قطع صغيّرة، وبابدأ إن أنا أحطّهم. أول ما أبدأ إن أنا أحطّهم إيدي في الإسباتيولا طول الوقت علشان ما تبوظش منّي. أول ما بتبدأ تدخل في المرحلة دي خلاص كده بابدأ أطفي الشعلة وبانقلها على شعلة تانية، وبرضه بافضل أقلِّب فيها علشان ما تتحرقش من السخونية بتاعة الصينية. بعد ما تبدأ إن هي تبرد معايا باجيب الخلاط أحط فيه شوية الخضرة اللي أنا كنت شايلاهم على جنب، وأجيب الخضرة اللي أنا
عملتها حرقتها كده على النار، هي مش حرقتها يعني بس كانت ده خلاص إن هي هتبدأ تدخل في مرحلة الحرقان. ومعاهم كوباية نُص كوباية مَيّة صغيّرة من المَيّة، وأضربهم في الخلاط زي ما إحنا شُفنا كده، وبابدأ أشيلهم وأحطهم في كيس التلاجة. بُصّوا يا جماعة، ورق الخضرا اللي إحنا شيلناه على جنب ده مهم جدًا، هو ده اللي بيدّي الحيوية لورق ورق السلق اللي أنا حرقته على النار، ده اللي بيدّي له الحيوية واللون الأخضر يرجّعه له مرّة تانية. بابدأ أفضّي كل الهوا، ضروري جدًا إن أنتِ تفضّي كل الهوا علشان يفضل محتفظ بلونه لمدة سنة كاملة معاكِ، تخرّجي كل الهوا اللي من الكيس، وتبدئي إن أنتِ تقفليه بشكل كويس جدًا، وخلاص كده تبدئي تعينيه في التلاجة، ووقت ما تحتاجي بتطلّعي وتكسري الحتة اللي أنتِ عايزاها وتشتغلي بيها زي ما إحنا شُفنا في أول الفيديو.